أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حكايات مع إبراهيم العسيلي. النبات اللي قصادنا ده أكيد كل فلاح في مصر أو أي فلاحة عارفين إيه هو النبات ده. مشهور جدا بين الفلاحين باسم المبسوطة، لكن هو اللي اسمه العلمي ليه ورد النيل. ورد النيل دخل مصر في عهد محمد علي باشا، واللي حكم مصر من عام 1805 حتى عام 1848. ورد النيل يقال إنه دخل مصر في عهد محمد علي باشا على يد عالم إنجليزي من أصل ألماني، جابوا معاه من منابع النيل في أفريقيا من بحيرة فيكتوريا. يقال أيضا إن محمد علي باشا جاب نبات ورد النيل من نهر الأمازون من أمريكا اللاتينية عشان يزين القصور بتاعته. عدى على تاريخ وجود نبات ورد النيل في مصر أكثر من 220 سنة من أيام دخوله في عهد محمد علي باشا، لكن العاملين في قصور محمد علي باشا كانوا بيقطعوه ويرموه في النيل، وبالتالي انتشر انتشار كثيف وكبير جدا في كل ربوع مصر. ورد النيل زي ما احنا شايفين بينمو في الأنهار، وبينمو في فروع الأنهار على جانبي النهر الأساسي وبين الترع وما بين المصارف. بيتكاثر وبينمو ورد النيل فصلي الربيع والصيف بكثافة كبيرة، بينما بيقل في فصل الشتاء. تعتبر المياه الراكدة والساكنة بيئة خصبة ومناسبة جدا لانتشار ونمو ورد النيل. تستهلك النباتة الواحدة من ورد النيل مقدار لتر من المياه يوميا. للأسف ورد النيل له أضرار كتيرة تتمثل في انه بيمتص كميات كبيرة جدا من المياه، وكمان بيقضي على الثروة السمكية. في المياه الجارية بيقل ظهور ونمو نبات ورد النيل. في محاولات كتيرة جدا للاستفادة من نبات ورد النيل سواء في الصناعات أو في الأعلاف، لكن يفضل لورد النيل المشكلة الأساسية فيه إنه بيستهلك كميات كبيرة جدا من المياه ويقضي على الثروة السمكية، ولازم يبقى فيه حلول. لكن هو نبات شكله جميل، وما زال المصريين بيعتبروه نمط أو جزء من التراث المصري من أكثر من 220 سنة مع دخوله في عهد محمد علي باشا. أتمنى تكون حكايتنا النهاردة عجبتكم، وانتظروني في حكاية جديدة من حكايات مع إبراهيم العسيلي.